يا مساء السعادة على أحلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض يا جماعة كسكسي ال10 دقايق. أيوة زي ما سمعتي كده بالظبط، كسكسي ال10 دقايق. هتعمليه من غير تعب ولا مجهود، ومن غير كمان الحلة الخاصة بالكسكسي، ومن غير غربال ولا وجع ايدين. هتعمليه في 10 دقايق وهتنبسطي بيه، وهيطلع معاكي مرمل وناعم. شايفين من ناعم ازاي ومرمل وحاجة كده، يعني عظمة على عظمة. يلا بينا نروح نشوف وصفتنا. بس قبل ما نروح، لو لسه أول مرة بتشوفوني، أنا إنجي. ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نصلي على الرسول ونخش في الوصفة على طول. أنا معايا 1.5 كيلو من الدقيق، أي نوع دقيق بتستخدميه. تمام كده. هضيف له نص معلقة صغيرة من الملح ونقلبه كده في الدقيق. وطبعا الدقيق أنا نخلته قبل ما استخدمه عشان خاطر الكسكسي بتاعي يطلع كده خفيف ويبقى معاكي مظبوط وطعمه حلو. تمام كده زي ما بننخله للدقيق وللكيكة. وكمان هنجيب الكبة بتاعتنا وهضيف نص كمية الدقيق، عشان أنا هنا عندي الكبة كبيرة، فهضيف نص كمية الدقيق. ونضيف معاه ربع كوباية من المية، ونبتدي كده نشغل الكبة. والكبة أنا بشغلها وبفصل، بشغل وبفصل. وأثناء ما هي شغالة بفتح كده الغطا، وابتدي أنزل بسرسوب رفيع من المية، كده خيط بسيط، علشان خاطر ما يعجنش معايا. يعني ما ينفعش تدلقي الميه دلق مره واحده كده، الدقيق بتاعك هيعجن وهيكتل وهيبوظ معاكي. فاهم حاجه التركات دي عشان يطلع معاكي مظبوط وناجح 100%. وبعد بقى ما نزلت كده بالميه وكده خد معايا كوبايه ميه بالظبط. تمام كده. هنجيب بقى المصفى العادية بتاعتنا ونحط عليها حتة شاشة. والشاشة دي لازم تكون خاصة بالكسكسي، يعني ما ينفعش تكوني بتستخدميها لأي حاجة تاني، علشان ما يكونش فيها روائح من أي حاجة تاني انتي بتستخدميها. تمام كده. ونفرده ونرجع نحط باقي الكمية، وبرضو نعمل نفس الخطوة اللي عملناها أول مرة. ننزل كده ونقفل ونشغل الكبة بتاعتنا، ونضيف المية واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. سرسوب من المية خيط رفيع، وبفضل أشغل وأوقف أشغل وأوقف، علشان خاطر قلنا الدقيق بتاعي ما يعجنش. وكده أنا خلصت ال1.5 كيلو من الدقيق. تمام كده. والكيلو ونص من الدقيق ده يا جماعة هيعمل لي كمية حلوة جدا على فكرة، لسه هيستوي وهينفش وهيكتر. وابتدي كده بقى افركه ما بين ايديا، عشان لو في اي كلاكيع ولا حاجة تفك. شايفين شكله ما شاء الله ناعم جدا. وبعد ما ظبطته هجيب بقى حلة عادية خالص، حلة ألمونيا. هحط فيها نص، يعني هملاها نص المية كده، نص كميتها مية. واحط ربع معلقة صغيرة من الفانيلا البودر. طب ليه الفانيلا البودر يا انجي؟ عشان طول ما المية شغالة وبتجلي هتطلع ريحة الفانيلا على الكسكسي بتاعي، وهتديله طعم وريحة تحفة جدا. وبعد بقى ما سبته ساعة على النار، ساعة بالظبط. الفم الأولاني ده بياخد ساعة. تمام كده. أقل من كده مش هيطلع معاكي مظبوط. الناس اللي بتعمله نص ساعة وتلت ساعة يا جماعة، ده بيبقى ناشف وبيشرق في البق وما بيبقاش حلو. الساعة هي فترة السوى المظبوطة بالنسبة له. تمام كده. وبعد بقى ما بنعمله كده بالمقصوصة، أول لما ايدي تستحمله أمسكه كده وأغربله زي ما انتوا شايفين كده ما بين ايديا. وبعد كده أرجع تاني أجيب كوباية من المية، وابتدي كده أرشرش على الدقيق بتاعي، والفه والميه تختفي زي ما انتم شايفين كده. ارجع تاني ارش، وكده خد معايا كوبايه من الميه. يعني كده انا حطيت لكل ضربه في الكبه كوبايه من الميه. وهنا اهو بعد الفم الاولاني حطيت برضو كوبايه من الميه، يبقى اجمالي الميه اللي انا خدتها ال1.5 كيلو دي بتاعي 3 كوبايات ميه. ودقيق عندي بيفرق يا جماعه. انا ده دقيق جايباه من العطار عادي، فده دقيق نوعه انا مستخدماه وعارفه ان هو بياخد ميه. لكن لو انت بتستخدمي دقيق معين وعارفه ان ما بياخدش ميه، هتقللي الكميه عن كده، يبقى نص كوبايه ميه للضربه الواحده في الكبة. تمام كده يا ست الكل. تمام كده. وانت برضو بتبسيه كده بايديكي، هتحسي لو هو محتاج ميه هتضيفي له، هتعرفي الدقيق من بسته في ايديكي. تمام كده. وبعينيكي هتقدري تعرفي اذا كانت الدقيقه دي ناشفه ولا لا. هنرجع تاني نرده للكبه، ودي خطوه مهمه جدا. ركزي في الخطوات عشان يطلع معاكي كسكسي ناجح 100%. تمام كده. هرجع ارده، وبرده هرده على مرتين زي اول مره. نفضل نضرب ونقفل، نضرب ونوقف،
علشان خاطر ما يكلكعش مني، وارجع بقى ارده تاني للمصفى بتاعتنا اللي فيها الشاشة، ونظبطه كده ونفركه بايدينا زي ما انتم شايفين كده. لازم اتاكد من الخطوة دي عشان لما يستوي ما يبقاش مكلكع مني. ونرجع نرده تاني للحلة. الحلة لو المية بتاعتها قصرت يعني نقصت، زوديها مية سخنة وسيبيها تسخن قبل ما تحطي الفم التاني. والفم التاني برضو يا جماعة خد معايا ساعة، يعني كده إجمالي السوا بتاعه على البوتاجاز ساعتين، وضربناه في الكبة في أقل من 10 دقايق، 5 دقايق بالظبط يا جماعة، من غير مجهود ومن غير تعب والله العظيم. نعمله بقى كده بالمقصوصة بتاعتنا ونفرفطه كده علشان خاطر بقى إيه يبقى كله كده ناعم وزي الرمل. وبعد ما يبقى مرمل كده تعالي بقى للتركاية المهمة اللي هتديكي شوية كسكسي حكاية يجيبوا ريحتهم آخر الشارع، وكل اللي ياكلهم يقولك تسلم ايديكي وعملتيه ازاي. رشة كده من الفانيلا البودر الخام، وعليها بقى السمنة أو الزبدة بتاعتك. دي كوباية كبيرة من السمنة يا جماعة، السمنة المتاحة عندك أو الزبدة المتاحة عندك. ونبتدي كده نرشها ونبس كده زي ما انتم شايفين. وانا رشيت شوية من جوز الهند بيدي معانا ريحة وطعم مش قادرة أقولك. شايفين الشكل، شايفين الجمال، مرمل وعامل زي الرمل. وبصوا حكاية، وهيبقى خفيف وطعمه زي العسل. بجد الوصفة دي ما تتفوتش، احفظيها واعمليها وبجد هتشكريني عليها. يا ريت بقى لو شفتي الفيديو وعجبك ما تنسينيش في كومنت حلو منكم ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، واقول لكم اسيبكم في رعاية الله واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.